مع هاد البرد ما غادي نحتاجو غير لهاد الكرعين مع الحمص واللوبيا. يا سلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نوجد معكم واحد الطبق ديال الكرعين بالحمص واللوبيا، غادي نديرهم مع بعضياتهم. كما كتشوفوا المريقه يا سلام كتشهي في هذا البرد، هي اللي غادي تدفينا مع هذا البرد وهذا الثلج اللي كيطيح. المهم كما كتشوفوا هنايا غادي نحتاجو اللوبيا كما هذا كما كتعرفوا غادي نبيدوها مرقده هي والحمص كيشدوا الطياب، وغادي الكرعين غادي نشدوهم ونقطعوهم بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا هنايا غادي نعدلو واحد شويه على المذاق اللي موالفين في الكرعين. غادي نضيفو معاه كما تشوفوا هنايا الليمون ورق سيدنا موسى والثومه، وكما تشوفوا هنا راه الكرعين راه مقطعين ومقادين ناضيين، شويه الكمون حبوب، وعندي هنايا الخرقوم والبزار وسكينجبير. الكمون ديروه حبوب باش ما الا درتوه مطحون غادي يمرر لكم سميتو الكرعين. هنا غادي نشدو الطنجره وغادي نضيفو الكرعين. هاد الكرعين هادو راه زوينين سخونين في هاد البرد هذا مع الحمص واللوبيا. نغيروا شويه الطبق والمذاق من طبيعه الحال راهم راه تيطيبوا مزيان، ولا ضفتي معاهم الليمون كيعطي واحد النكهه لذيذه. وهنايا كنضيف العطريه كما كتشوفوا، هنا ضفت الليمون والقرفه ورقه سيدنا موسى، وغادي نضيف الثومه ضيفوها كما بغيتو تضيفوها بزيت ديروها راه مزيانه كتجي لذيذه حتى هي. وهنا غادي نضيف العطريه البزار والخرقوم والسكينجبير، وهنا الكمون حبوب، وغادي نضيف واحد الضامه ديال الزعفران. الا كان عندكم الزعفران حور مزيان، انا هاد الضامه ديال الزعفران تتبنن حتى هي، وواحد المعلقه ديال مطيشه ولا جوج. وكنضيف الزيت بجوج زيت المائده وزيت العود، وكنضيف الماء يكون غليان. عرفتوا علاش الماء غليان؟ باش ما يهربش لكم اللحم من العظم. الا ضفتوه بارد اللحم ملي كطيب اللحم كيحيد لكم من العظم، هذه كتبقى اللحيمات شادين في العظم. وكنسدو الطنجره وكنضيفوها فوق النار. هنا كما كتشوفوا اللوبيا والحمص راني سلقتهم، ضفت معاهم واحد جوج حبات ولا 3 حبات ديال التمر باش يطيبوا. هنا لا بيتوها مرقده الجلده ما كتهربش لكم على اللوبيا والحمص، كتبقى مزيانه، كتبقى لكم الحمص واللوبيا صاينين. هنا كما كتشوفوا راه طايبين باش كيسهلوا علينا. هنايا ملي غادي يطيبوا ملي كيطيب ليا يطيبوا الكرعين كنضيف ليهم المرقه باش كتبننهم. هنا كما تشوفوا هنا الكرعين هما خاطره المريقه، وهنا كنشد اللوبيا كنخوي منها داك الماء وكنضيف لها المرقه ديال الكرعين باش كتضيف البنه الحمص واللوبيا وشويه ديال المعدنوس، ونخليها تغلى واحد شويه. وهنايا الطبق راه طاب ونقدموه في الطبق النهائي، وغادي نضيفوا عليه اللوبيا. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.